صاحب ابنك قبل ما تكبر الفجوة بينكم. عارف، في وقت من الأوقات وانت بتبص لابنك أو بنتك وهما نايمين بيجيلك شعور غريب كده، مزيج من الحب والخوف. حب لأن ده جزء منك، وخوف لأنك مش دايم ومش ضامن بكرة. بس يا ترى الحب بس كفاية، ولا لازم الحب ده يتغلف بقرب حقيقي، بصداقة، بصوت بيطمنهم إنك مش بس بابا أو ماما لكن كمان صاحب؟ كتير من الأهالي بيبقوا فاكرين إن التربية يعني أوامر وتعليمات وجدول مذاكرة وممنوعات. بس الطفل مش برنامج بنظبطه، الطفل كائن بيفكر، بيحس، بيخاف، وبيكتم. آه، بيكتم لما يحس إن البيت مش مكان آمن للكلام، لما يكون رد فعلك دايما زعيق أو عصبية، لما كل مرة يغلط فيها يسمع تهزيء بدل ما يسمع طب إيه اللي حصل. الطفل اللي بيخاف يقولك إنه غلط هيخبي، واللي بيخبي ممكن يقع في مشكلة كبيرة. ومين اللي مش هيعرف؟ انت. ولما تعرف هيكون فات الأوان. عارف ايه اللي ممكن يمنع ده؟ كلمة صاحبني. لما تبقى الصاحب اللي بيسمع مش القاضي اللي بيحكم. زمان كان في فرق كبير بين الأجيال، وكانت الكلمة كلمتي، وأنا أبوك يعني عارف أكتر. بس دلوقتي العالم اتغير، أطفالنا بيتعرضوا لحاجات إحنا ما شفناهاش ولا كنا مستعدين ليها. الموبايل في إيدهم من سن صغير، الإنترنت مفتوح، العالم كله على بعد ضغطة. فلو أنت مش صاحبهم، في حد تاني هيكون صاحبهم. حد ممكن يديهم معلومة غلط، فكرة غلط، حب مزيف، أو احتواء مسموم. الصداقة مش معناها تفريط، ولا إنها تبقى ابن يعمل اللي هو عايزه، لكن معناها إنك تبقى أول باب بيخبط عليه لما يتلخبط، أول حضن يجريله لما يخاف، أول حد يحكيله لما يعمل غلطة. مش لأنه مش خايف من العقاب، لكن لأنه واثق فيك، لأنه عارف إنك هتفهمه قبل ما تحاسبه. وعلشان نكون واضحين، القرب من ولادنا مش بيجي فجأة، ولا هو حاجة بنطلبها منهم، هو حاجة إحنا اللي لازم نبدأ بيها. يعني إيه؟ يعني لما نسمعهم باهتمام من غير ما نقاطعهم ومن غير ما نحكم. يعني لما يسألوا سؤال غريب ما نضحكش عليهم، ولما يغلطوا ما نخوفهمش. الطفل مش هيفضفض لحد بيزعقله، ومش هيطلب المساعدة من حد دايما شايفه غلطان. لكن لو اتعود يسمع منك كلمة أنا فاهمك، أنا جنبك، هيطمن وهيتكلم وهيحكي لك عن اللي كان ممكن يخبيه. القرب مش معناه بس تواجدك في البيت، القرب الحقيقي هو التواجد في التفاصيل، في الكلام، في التعبير، في رد الفعل. وصدقني، الطفل اللي بيلاقي أبوه أو أمه دايما مصدر أمان صعب يخبي وصعب يضيع، حتى لو الدنيا حواليه ملخبطة. الولاد محتاجين يسمعوا أنا جنبك مهما حصل. غلط؟ عادي، نصلح الغلط سوا. أنا بحبك حتى وإنت مش مثالي. دي مش شعارات، دي مفاتيح بتفتح بيها قلوب أولادك. كل يوم بيعدي أنت بتبني علاقة، يا إما علاقة خوف يا إما علاقة أمان. اختار تكون مصدر الأمان، اختار تكون اللي ابنه بيحكيله عن كل حاجة في المدرسة، واللي بنته بتحكيله عن أول مرة سمعت حد بيتنمر عليها. اختار تكون الصاحب اللي بيسأل ايه أكتر حاجة مضايقاك النهاردة، مش بس ذاكرت.
في النهاية أنا مش بقولك سيب دورك كأب أو كأم، بالعكس، خليك القائد، بس القائد اللي بيحضن مش اللي بيخوف. خليك الصاحب اللي بيطبطب مش اللي بيحاكم. النهاردة ابعت لأولادك رسالة، قول لهم أنا بحبك وعايز أكون دايما موجود علشانك، واحكيلي أي حاجة من غير خوف. دي كانت حلقتنا النهاردة، لو عجبتكم شاركوها مع حد شايفينه محتاج يسمعها. خلي دايما علاقتك بولادك فيها حب وود وصداقة. شكرا إنكم كنتوا معانا، نشوفكم في الحلقة الجاية.